عارف لما تحب تدلع نفسك بسندوتش فول بالبيض، او حته ستيك، او سندوتش جبنه قريش بالطماطم كده، او ريب اي، او سندوتش كبده بالكاتشب. فوتوتشيني بصوص كده انت تختاره. اعتمدنا في تصنيفاتنا على: واحد، آرائنا الشخصية. اثنين، على تنوع المحتوى. ثلاثة، حاولنا في تصنيف الوطن العربي إن احنا نجيب من كل بلد شخص أو يوتيوبر. تعالى لي بقى اقول لك ايه ارخص الاكلات اللي ممكن تدلع بيها نفسك، سواء معاك فلوس او مش معاك فلوس تقدر تشتريها وتدلع نفسك بيها. تعالى لي انا بقى اقول لك ليه انت مش هتقدر تشتريها اصلا. القائمه بتاعت النهارده فيها اكلات هي اغلى 5 اكلات في العالم، سعرها مستحيل هتصدقه. يلا نبدا قائمتنا بيه. خامس اغلى اكله معانا او اول اكله معانا في قائمتنا النهارده هي بيتزا لويس الثالث عشر. لويس الثالث عشر بيتزا بيعملها الطباخ الايطالي الشهير ريناتو فيولي. ريناتو فيولي هو احسن وامهر طباخ بيعمل بيتزا على مستوى العالم. يا ترى البيتزا دي سعرها كام؟ البيتزا دي سعرها ما يقارب 400 ألف جنيه. أيوة، الرقم اللي سمعته صح، 400 ألف جنيه مصري أو 45 ألف ريال سعودي. طب البيتزا دي مكونة من إيه؟ علشان خاطر يكون ده سعرها، البيتزا دي بيجي لك 3 طباخين يعملوها لك في البيت. مش بس كده، لا، أنت بتبلغهم قبلها ب 72 ساعة بيخمروا لك البيتزا ويجيبوا المكونات اللي هي عبارة عن بيض كافيار وصلصة خاصة مش مصرح بمكوناتها من قبل الطباخين، ولكن البيتزا دي هي بيتزا لويس الثالث عشر. بالنسبه لرقم خمسة في قائمتنا احنا بقى، فهي الاكله الشهيره، اكله الشعب المصري كله، الفول والطعميه. عارف بقى لما تقوم الصبح كده وتجيب طبق فول بالزيت الزيتون والبهارات والطعميه السخنه والعيش البلدي، اكله الشعب المصري كله عموما، يعني اكله رخيصه وعلى قد الايد والناس كلها تقدر تشتريها. لو عايز تدلع نفسك تقدر ب 10 جنيه ب 15 جنيه مثلا تدلع بيهم نفسك. رقم 4 في قائمتنا هو جولدن فينيكس كاب كيك، وهو كاب كيك بيقدمه مطعم إماراتي اسمه بلومسبيري، وسعره بيتراوح ما بين 30 ل 35 ألف جنيه. أيوة، 30 ل 35 ألف جنيه. الأسعار الطبيعية للكاب كيكس بتتراوح ما بين 60 ل 70 جنيه، لكن ده بيتراوح سعره ما بين 30 ل 35 ألف جنيه. وده لأنه مكون من أجود أنواع الكاكاو، أجود أنواع الفانيليا الإيطالي، طبعا لازم يكون أجود أنواع، ولكن بيتحط عليه بودرة ذهب قابلة للأكل. بودرة الذهب دي هي عيار 24، وبيتحط عليه قطع ذهب قابلة للأكل في 24، يعني هتاكل ذهب ذهب برضه. بالنسبة لرقم أربعة في قائمتنا هو الكشري، أكلة مصرية عريقة طبعا كل الناس بتاكلها، مكونة من الرز والمكرونة والتقلية والبصل المحمر. تقدر تاكلها في أي وقت في اليوم، بالليل بالنهار في وسط النهار، ممكن تاكلها بعيش تاكلها من غير عيش. الأكلة دي بتروح سعرها من 20 ل 25. لو حبيت تدلع نفسك قوي هتدفع 50 جنيه وهتدلع نفسك. رقم 3 في قائمتنا هو بيضة البودنج بالشوكولاتة. البودنج طبعا كلنا عارفينه، ما بيحتاجش غير شوية سكر، لبن، دقيق، ده عادي بنعمله في البيت يعني، قشطة، الدنيا مش مستاهلة. لكن بيضة البودنج بالشوكولاتة اللي معانا هي للشيف مارك جيوبرت، اللي قرر يحط تاتش في الوصفة يخلي سعرها من 50 أو 60 جنيه لمليون ومئة ألف جنيه. أيوة، مليون ومئة ألف جنيه، يعني تمن عربية تيبو، تمن شقة في المهندسين، تمن يعني مليون ومئتين ألف أو مليون ومئة ألف. مكوناته إيه؟ هو عبارة عن أجود 3 أنواع شوكولاتة إيطالي، أجود أنواع الفانيليا، جيلي شامبين يعني حاجة حرام، يعني خسرت دنيا وآخرة. بيحط لك، بص، هي بيتغلف كده بيضة شوكولاتة، يعني يعتبر أسهل وصف بيضة كندر احنا كلنا بنشوفها. بس والله بيضة كندر مفيدة، يعني بيضة كندر فيها لعبة. ثواني، لا، هنا كمان في لعبة، مش لعبة، هي هدية صغيرة. هي قطعة من الألماس 2 إيرات. أيوة، قطعة من الألماس 2 إيرات، وبتاخد معلقة ذهب وبتحط في كب ذهب. يعني أنت بتشتري كل المنتجات دي، والله لو نزلت عندنا هنا الحسين وجبت الحاجات دي مش هتكلفك 200 300 ألف جنيه، لكن أنت هتدفع فيهم مليون و100 ألف عشان تاكل أفضل أو أغلى بيضة بودنج شوكولاتة في العالم. رقم 2 معانا في قائمتنا هو التاكو كينج. طبعا اللي مش عارف التاكو هو أكلة مكسيكية عبارة عن عيش تورتيه وبنحط فيه فراخ، لحمة، جمبري، نحط معاهم خضار، صلصة. التاكو أكلة بسيطة، ولكن التاكو اللي معانا هو أكيد مش الأكلة البسيطة دي. التاكو اللي معانا هو التاكو كينج، وهو بتاع الشيف خوان الكارا.
طبعا الشيف خوان الكالا ابتكر تاكو كينج، وهو عباره عن اجود انواع اللحوم الواجيو، دي اللحوم ياباني، معاها بيحط طبعا كافيار وجبنه وحاجات من كده، ولكن اللي مخلي ثمن الاكله دي غالي هو الصلصه بتاعته. الصلصه مميزه للغايه، الصلصه دي بيكون فيها حاجه اسمها الكوبيل واك. الكوبيل واك هو عباره عن، انا اسف ان انا اقول الكلام ده بس لازم هقوله، الكوبيل واك هو عباره عن انك بتجيب قطه من نوع معين، تاكلها حبوب قهوه من نوع معين، وتسيبها من 3 ل 4 ايام لحد ما تخرج حبوب القهوه. ايوه، تخرج حبوب القهوه، تاخدها تنشفها، تحطها مع الصلصه وانت بتطحنها، وتسقي بيها الكوبيل وتسقي بيها التاكو كينج. تاكو كينج سعره 850 ألف جنيه. أيوة، سندوتش فيه لا مؤاخذة قطط وب 850 ألف جنيه. مش هتكلم، والله ما هتكلم. وجينا طبعا لرقم واحد في قائمتنا، فاحنا سايبينها لكم طبعا، تكتبوا لنا في الكومنتات تقولوا لنا ايه ارخص اكله اكلتوها في حياتكم وانبسطتوا بيها ودفعتوا فيها كام. زي ما شفنا ان احنا مش لازم نبسط نفسنا باننا ندفع رقم كبير، احنا بس كنا بنعمل مقارنة ونشوف الاكل ليه غالي، وليه ناس بتروح تدفع فيه فلوس، وليه ناس تانية بتبسط نفسها بأقل الأسعار، وهل نقدر نعمل ده ولا ده، وإحنا متاح لينا نعمل ده ولا ده. كل واحد يقدر يبسط نفسه حسب ما بيحب وعلى حسب مقدرته، ومش شرط إن إحنا كلنا نتبسط بنفس الطريقة، تقدر تبسط نفسك بالطريقة اللي أنت تحبها. في نهايه حلقتنا طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، وتابعنا على كل صفحات السوشيال ميديا، والسلام.